أن نستبق الأمور كذلك لنوجه أصواتنا ورسائلنا إلى كل من يعنيه الأمر في هذا البلد بأن الاستمرار في الاستقواء والتحكم والاستمرار في نسج معالم الاستبداد بشكل أكبر مما كنا نتوقعه إلى درجة منع جمعية وطنية معترف لها بالمنفعة العامة وجمعية حقوقية لها أزيد من 100 فرع على المستوى الوطني من عقد مؤتمرها الوطني. إن سمحنا كحقوقيين بذلك سيعتبر ذلك ردة في المجال الحقوقي، وربما سيعيد البلاد إلى ما قبل انطلاق مسيرة 20 فبراير، وربما سيجعلنا نتذكر أو نعود بالذاكرة إلى سنوات الرصاص، سنوات التسلط والاستبداد. القضية التي تفتقد إلى ملف كما جاء في مداخلة الأستاذ أغناج وكبتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في سنة 2012. يناير سنة 2012 تم عقد ندوة صحفية حضرها الأسر المتضررة منهم الأستاذ العطواني داخل مقر العصبة، تحدثوا عن هذه القضية، ونحن في محاولة أولى لفهم ما يجري لأنه لم نكن سابقا متابعين لهذه الواقعة بتجلياتها كما تحدث عنها الأستاذ أغناج. كنا في الأول نظن أن الأمر مبالغ فيه بشكل كبير، لأنه لم نكن نتصور أن مواطنين مغاربة في مدينة من المدن شمعت بيوتهم ويمنعون من ولوجها لسبب بسيط جدا، هو أن السلطة أو القضاء تابع أصحاب هذه البيوت بعقد اجتماعات غير مصرح بها. لكن الحقيقة كانت هي تلك، بمعنى أن بالفعل هناك مواطنون مغاربة ينتمون وهذا حقهم إلى جماعة العدل والإحسان، كانوا يمارسون نشاطا فكريا دينيا سلميا في تلك المنازل، والسلطة أرادت أن تعتقل وتحاكم وتشمع البيوت. بالرجوع إلى المقتضيات الدولية في هذا المجال، نحن أمام قضية فيها خرقين. الخرق الأول يتعلق بالحق في التظاهر والاحتجاج السلمي أو الحق في الاجتماع، والخرق الثاني يتعلق بنزع الملكية أو الاستيلاء والسطو على ملكية خاصة لهؤلاء المواطنين. المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تصون الحق في التجمع السلمي وتعتبره حقا يجب أن يكون واضحا ومعترف به، تلزم الدولة المغربية بضرورة احترام هذا الحق. لماذا هذا الإلزام؟ الإلزام يجد سنده في تصديق الدولة المغربية على الإعلان على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية سنة 1979 ونشره في الجريدة الرسمية سنة 1980. وبالتالي الدولة مطالبة بالتزام مقتضيات هذا العهد. وربما الحقوقيون الآن يعرفون أن هناك مشروع لمناقشة التقرير الموازي، التقرير الحكومي الموازي لتقديم من طرف الدولة المغربية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مدى إعمال الدولة لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. إذن هذا واحد. اثنين،
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو إعلان صدر في 10 دجنبر 1948، والدولة أعلنت التزامها بكل مقتضياته، وجددت التزامها خلال فترة حكومة عبد الرحمن اليوسفي بشكل علني وبوثيقة موقعة أرسلت للجمعية العامة في الموضوع. المادة 17: لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. إذن الأمر الأول يتعلق بالحق في التجمع السلمي، والأمر الثاني يتعلق بحق الملكية. ماذا عن المقتضيات الوطنية للحقين معا؟ الفصل 35 من الدستور المغربي، دستور 1 يوليو 2011، يعتبر بأن القانون يضمن حق الملكية، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. بالنسبة للحق في الاجتماع، الفصل 29 من الدستور يتحدث عن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي إلى آخره، ومجموعة بالحريات تأسيس نقابات وجمعيات مضمونة. وقد جاء الفصل 29 في الباب المخصص ضمن الوثيقة الدستورية